من الطبيعي أوي إن بتكون حلقات الستاير للستاير بس، بما إن هي أشكالها حلوة جدًا وكمان برضه رخيصة أوي، تعالوا بقى النهارده نطلّع منها أفكار هتفيدنا جدًا وما حدش خالص هيصدّق إن إحنا عملناها بإيدينا. أول فكرة عندي النهارده هاستخدم فيها كرتونة زي ما إحنا شايفين مع بعض، الكرتونة دي عايزة منها 2 نفس المقاس وكمان نفس الشكل بالشكل ده. هامسك واحدة بس من الكرتونتين الاتنين وهابتدي كده إن أنا أرسم مستطيل في النُص بالشكل ده. وبعد كده بالقطر وهابتدي إن أنا أمشي على المستطيل اللي إحنا رسمناه مع بعض زي ما إحنا شايفين بالطريقة دي. حطي بقى لايك جميل زيك وانزلي كده تحت في الكومنتات اكتبي لي أجمل تعليق من إيدك الجميلة وتعالي نكمل الأفكار بتاعتنا. ممكن هنا بقى إن أنا أكمل بالمقص هيكون الموضوع بقى سهل عندي جدا. على فكرة الكرتونة دي ممكن جدا نعملها شكل مستطيل أو حتى مربع أو حتى كمان دايرة إذا حبينا. هو ده بقى الشكل اللي إحنا محتاجين نوصل له. هابتدي بقى دلوقتي إن أنا هاجيب الاستيكر ده وهقطع منه كده أجزاء على شكل كده مستطيل بالطول وبعد كده هابتدي بقى إن أنا ألفها بمنتهى السهولة على قطعة الكرتون اللي إحنا عملناها مع بعض. كل الفكرة بس إن أنا عايزة أغلف الجزء بتاع الكرتون اللي معايا، ودي بقى أسهل طريقة إن أنا أغلف طبعا الجزء ده. هابتدي برضو إن أنا أكمل كده لحد ما أخلصها كلها، وعلى فكرة مش هتاخد وقت ولا مجهود ولا أي حاجة وهتخلص معانا بسرعة جدا. كل كده ما يخلص معايا واحد هابتدي على طول كده إن أنا آخد واحد تاني وبعد كده طبعا هابتدي إن أنا أكمل. ممكن كمان نستخدم أي لون ستيكر إحنا حابين نستخدمه، مش لازم خالص نلتزم بلون معين، ده هيكون بقى الشكل بتاعنا. نركن بقى دلوقتي الجزء اللي إحنا عملناه كده مع بعض على جنب وهابتدي إن أنا أجيب الكرتونة التانية اللي إحنا قلنا أكيد هتكون نفس المقاس، وأجيب نفس الاستيكر وهابتدي بقى إن أنا أغلف الكرتونة بتاعتي، وبعد كده بقى هنجيب حلقات الستاير زي ما إحنا شايفين وهابتدي كده إن أنا أستخدمها. طيب هنعمل إيه بقى في حلقة الستاير بتاعتنا دي؟ هابتدي كده بس أول حاجة إن أنا أشيل منها الجزء اللي بيكون فيها وهاشيله بإيديا سهل جدًا، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أول حاجة إن أنا ألزقها في بعض بالشكل ده. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتناها والدنيا كلها تمام لحد هنا، هابتدي كده إن أنا آخد أي شريط عندي. حبيت إن أنا أستخدم الشريط الدهبي ده هيكون حلو جدًا، وبعد كده هابتدي بس إن أنا أحط كده نقطة الشمع في النُص، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أحط الشريط بتاعي بمنتهى السهولة. بعد كده هاقلب بقى الحلقات بتاعتي، وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أثبِّت من الناحية التانية. أول حاجة هتدّيها شكل حلو جدًا، وتاني حاجة برضه هتخلّيها متينة أكتر وأكتر معانا، وده هيكون بقى الشكل اللي إحنا محتاجينه. طيب بعد كده هابتدي أنا أعمل منها واحدة كمان هتكون نفس المقاس، وهابتدي إن أنا أعمل بقى هنا 3 وكمان 3 برضه أكيد هيكونوا نفس المقاس. هاجيبهم بقى كلّهم كده، وأول حاجة هابتدي أنا أحط الشمع بتاعي بالطريقة دي، وبعد كده هاثبِّت بقى الحلقات بتاعتي بمنتهى السهولة. ودي بقى أسهل طريقة إن أنا أثبِّت الحلقات بتاعتنا. بعد كده هاجيب ال3 دول وهابتدي أنا أثبِّتهم هنا في الجناب، وبعد كده هاروح برضه الناحية التانية ونفس الفكرة هابتدي أول حاجة إن أنا أحط الشمع بتاعي وبعد كده أبتدي أنا أثبِّته. بعد كده هاستخدم الاسترس ده هيكون شكله حلو جدًا وكمان هيظهر لنا بقى الدنيا أكتر وأكتر. الاسترس ده بلاستيك وكمان رخيص جدًا، جدًا، مش غالي ولا أي حاجة. هاثبِّت كده ما بين كل واحدة والتانية، وحبيت كمان برضه إن أنا أثبِّت في الجزء اللي مقابل ليها علشان الشكل عندنا طبعًا يكون حلو من جوّه وكمان برضه من برّه. هاثبِّت برضه الناحية التانية برضه بنفس الشكل. بعد كده هابتدي أنا أحط كده بس خَط من الشمع، وبعد كده هاستخدم نفس الشريط اللي إحنا استخدمناه قبل كده علشان الشكل عندنا يكون مضبوط. اوعوا بقى تنسوا الجزء اللي إحنا عملناه مع بعض في الأول خالص، هابتدي كده أنا أحط عليه شمع، وبعد كده هابتدي أنا أثبّته بمنتهى السهولة من ناحية فوق بقى على الحلقات بتاعتنا. نجيب بقى دلوقتي الحلقات بتاعتنا، وأول حاجة هاشيل منها الجزء ده طبعًا إحنا عارفينه اللي هو بيتشال بإيدينا، وبعد كده هابتدي إن أنا أحط 4 فوق بعض. ال4 دول هاعمل منهم 4 زي ما إحنا شايفين، هابتدي بقى إن أنا أثبّتهم بالشكل ده على الكرتونة اللي معايا. هتدينا شكل حلو جدًا، وتعالوا بقى دلوقتي نشوف هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي. زي ما إحنا شايفين مع بعض شكلها حلو أوي وكمان متينة جدًا. هاستخدمها بقى كمنظم للميك اب بالشكل ده، فكرة حلوة جدًا وكمان عملية أوي وما حدش خالص هيصدق إحنا عملناها بإيدينا. ودي كانت أول فكرة عندنا النهارده، حطوا بقى كده لايك جميل لأول فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتاني فكرة عندنا. وتاني فكرة برضه عندنا هنستخدم فيها حلقات الستاير. أول حاجة هابتدي كده إن أنا أجيب رول الكرتون، وزي ما إحنا شايفين مع بعض هابتدي إن أنا أقسمه بالشكل ده. إذا احتاجنا بقى إن إحنا نسويه ما فيش مشكلة خالص، هابتدي برضه إن أنا أسويه. وبعد كده هاستخدم كمان علبة تونة. أول حاجة هنعملها هابتدي كده إن أنا أحط عليها شمع بالشكل ده، وبعد كده هاجيب غطا وهابتدي إن أنا أثبت بقى الغطا بتاعي أو أقفل طبعًا علبة التونة بتاعتنا بالطريقة دي. ما عنديش غطا ممكن جدًا نستخدم قطعة كرتون ما فيش مشكلة خالص. بعد كده هاجيب بقى رول الكرتون بتاعنا وهابتدي كده إن أنا أثبته في النُص من فوق كده، وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أحط الشمع بتاعي، وبعد كده هاحط علبة تونة تانية.
وبعد كده هاجيب بقى أسمنت أبيض، زي ما إحنا شايفين هابتدي كده إن أنا أحطه في أي برطمان عندنا أو أي حاجة قديمة عندنا، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أستخدمه بمنتهى السهولة. البرطمان ده ما باستخدموش، هابتدي كده أنا أحط أول حاجة الأسمنت بتاعي، وبعد كده هاحط بقى المَيّة بتاعتنا. ما نحاولش بقى إن إحنا نزوّد المَيّة أو أي حاجة، علشان طبعًا محتاجين إن السمك بتاعنا يكون كويس بعد كده. وهاقلِّب كده بأي حاجة تكون متوفرة عندي زي ما إحنا شايفين، وهو ده بقى القوام اللي إحنا محتاجينه، مش محتاجين خالص أي طبعًا مَيّة نحطها. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا وبتحبي الأعمال اليدوية، انزلي كده حطي لي لايك جميل زيِّك، وكمان اكتبي لي عايزين نعمل إعادة تدوير لإيه مع بعض. طيب بعد ما خلاص بقى عملناها والدنيا كلها تمام، هابتدي بقى كده إن أنا أستخدم إيدي ما فيش مشكلة خالص، هابتدي بس إن أنا أثبِّت الأسمنت بتاعي بالشكل ده. وعشان الأسمنت بقى يثبت معايا كويس جدًا، هابتدي بس إن أنا أحط كده الأسمنت وبعد كده أطبطب عليه زي ما إحنا شايفين مع بعض. وأي جزء بقى محتاجين هنحط فيه الأسمنت، هابتدي بس إن أنا أحط عليه الأسمنت بتاعي وبعد كده أكمّل بمنتهى السهولة. الموضوع سهل جدًا، جدًا وما فيهوش أي صعوبة خالص. بعد كده هاساوي بقى كل الأجزاء اللي عندنا دي. كده خلاص حطيت الأسمنت بتاعنا تحت، وبعد كده برضه حطيت على رول الكرتون اللي في النُص، وبعد كده هاطلع على علبة التونة اللي عندي من ناحية فوق. ونفس الفكرة برضه هابتدي كده أنا أطبطب علشان أضمن إن الأسمنت بتاعنا هيثبت معانا كويس جدًا. طيب بعد ما خلاص بقى حطينا الأسمنت بتاعنا والدنيا كلها تمام لحد هنا، هاجي بقى دلوقتي فوق من ناحية طبعًا علبة التونة اللي هتكون مفتوحة، وهابتدي برضه إن أنا أحط حبة كده محترمين لحد ما أملاها كده أو أسيب حاجة بسيطة كده فيها. هو ده هيكون شكلها، وهاسيبها دلوقتي بقى تنشف، وبعد كده هاجيب سلك مواعين عادي جدًا، وهابتدي بس إن أنا أمشي عليها بمنتهى السهولة بالطريقة دي. هنا بقى هتسويها لي كويس جدًا، وكمان برضه أي زيادات عندي هتبتدي إن هي تتشال. وبعد ما خلاص بقى سويناها من فوق ومن تحت والدنيا كلها تمام لحد هنا، نيجي بقى دلوقتي الخطوة اللي بعد كده، وهنستخدم بقى فيها حلقات الستاير. أول حاجة هابتدي إن أنا أشيل منها الأجزاء برضه اللي إحنا بنشيلها، وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب المسدس بتاعي، وابتدي بقى دلوقتي إن أنا أثبت الحلقات بتاعتنا بمنتهى السهولة، واحدة بس كده جنب واحدة هتدينا شكل حلو أوي. زي ما إحنا شايفين مع بعض بابتدي كده إن أنا أحط الحلقات بتاعتنا، والشمع بتاعنا هيمسك وما فيش مشكلة خالص. كده حطينا 3 وبعد كده برضه هابتدي أنا أكمل. ممكن نستخدم طبعًا الحلقات الدهبي أو حتى كمان الفضي ما فيش مشكلة خالص. وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أرشّها بسبراي دهبي، وكمان هاحط فيها أصراص كده في النُص هيدّيني شكل حلو أوي. وهاستخدمها بقى كمبخرة زي ما إحنا شايفين مع بعض، فكرة حلوة جدًا وكمان عملية أوي. ودي كانت تاني فكرة عندنا النهارده، حطّوا بقى كده لايك جميل لتاني فكرة. وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكرة عندنا النهارده، وبرضه هنستخدم فيها حلقات الستاير. أول حاجة كده عندنا هابتدي إن أنا أجيب رول الكرتون، وزي ما إحنا شايفين مع بعض هنعمل لنفسنا كده علامة، وهابتدي بقى إن أنا أمشي عليها بالمقص بالطريقة دي. وبعد كده هاعلّم نفسي برضه علامة تانية، بس المرة دي بقى هتكون أكبر شوية. هيكون أكبر في أصغر في أصغر زي ما إحنا شايفين، ونفس الفكرة برضه هنمشي عليها بالمقص بتاعنا. دول بقى 3 أجزاء، وال3 أجزاء دول إحنا هنستخدمهم. هاستخدم بعد كده الستيكر ده زي ما إحنا شايفين، هابتدي أول حاجة إن أنا أفك بقى اللزقة بتاعته دي، وبعد كده هاغلف بقى الرول اللي معايا بمنتهى السهولة. هامشي عليه كده، وبعد كده هابتدي إن أنا طبعًا أثبّته كويس جدًا، وهنا بقى هابتدي نعمل القصاقيص بتاعتنا وندخّلها بقى كلّها ناحية جوّه. هنروح برضه الناحية التانية وبرضه نفس الفكرة، هابتدي إن إحنا برضه نعمل القصاقيص بتاعتنا وبرضه هندخّلها ناحية جوّه. ممكن طبعًا نستخدم أي لون تاني إحنا حابينه ما فيش مشكلة خالص. وبعد ما خلاص بقى ضبطنا الدنيا هنا والدنيا كلّها تمام وهو ده هيكون الشكل عندنا، هابتدي كمان برضه إن أنا أعمل الاتنين التانيين برضه بنفس الطريقة وبنفس الشكل. زي ما قُلنا الرول بتاعنا هيكون أكبر في أصغر في أصغر. كده عملنا 2 وأبتدي برضه نفس الفكرة، هابتدي إن أنا أدخّل كل الزيادات اللي عندي ناحية جوّه، ونفس الفكرة برضه هابتدي أنا أعمل التالت بنفس الشكل. هاجيب بقى دلوقتي حلقة الستاير بتاعتي، وزي ما إحنا شايفين مع بعض هابتدي إن أنا أثبّتها بالشكل ده. هنا بقى حسيت إن إحنا ممكن نحط فيها شمع عشان تثبت أكتر، فهابتدي كده إن أنا أجيب الرول بتاعي، وهابتدي برضه إن أنا أثبّته بالشمع علشان أضمن إن هي هتكون ثابتة معايا جدًا بعد كده. وزي ما إحنا شايفين مع بعض، هو ده بقى المكان اللي هاحط فيه الشمع بتاعي، وبعد كده هاثبّت طبعًا الجزء بتاع الحلقات بتاعتي. نفس الفكرة برضه في بقية الرولات اللي معانا. أول حاجة كده بنحط الشمع، وبعد كده بابتدي بقى إن أنا أثبّت الحلقات بتاعتنا بمنتهى السهولة. طيب بعد ما خلاص بقى حطينا الشمع بتاعنا وكمان ثبّتنا الحلقات بتاعتنا، هابتدي بقى إن أنا أستخدم الإسراس ده. الإسراس ده حلو جدًا، وزي ما إحنا شايفين مع بعض لايق جدًا على كل الألوان اللي إحنا مستخدمينها.
فهابتدي بقى إن أنا أثبّته بالطريقة دي كده، وبعد كده هاشيل الزيادات، وبعد كده هابتدي إن أنا أعمل برضه في بقية الحلقات اللي عندنا. أول حاجة هيدّيها شكل حلو جدًا، وكمان برضه زي ما إحنا شايفين كده هيداري لي بقى إن دي حلقة أو أي حاجة وما حدش خالص هيصدّق إن دي طبعًا حلقات ستاير. كده خلاص عملنا في جميع الأجزاء اللي معانا، وزي ما إحنا شايفين مع بعض ده هيكون الشكل عندنا. هابتدي بقى دلوقتي إن أنا أثبّتهم كده، باحط الشمع بتاعي وبعد كده باحطهم كده جنب بعض، وبعد كده بابتدي بقى إن أنا أثبّتهم بمنتهى السهولة. وده هيكون شكلهم. وده كان فيديو النهارده، أتمنى فعلًا يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو أنتم النهارده لسه أول مرة بتشوفوني. وطبعًا هاستنى تعليقاتكم الجميلة، وعايزة أعرف إيه أكتر فعلًا الفكرة عجبتكم أكتر وممكن تنفذوها. واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وأمنه.